طيب ازيك يا صاحبي؟ واحد هيشرق والله في مره. قبل اي حاجه يا باشا، لايك الجميل. لو الشورت ده عجبك خد بال حضرتك، انزل خد لك زحليقه في القناه عشان الخبر اللي معانا ده مهم فشخ. ليه؟ في مفاجاه مدويه بالنسبه لي. زيزو يقترب من الرحيل عن النادي الاهلي. تقول لي يعني جبت منين الكلام؟ اقول لك اتقل بس على الرز. دلوقتي النادي الاهلي حضرتك صمم انه اسامه ابو علي لن يرحل عن النادي الاهلي. فاسامه ابو علي كان جاي له عرض، انا بقول لك، انا عارف انا بقول لك ايه، اكتر من 10 مليون دولار. فالراجل كان هيخلع من النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ طب شوفوا البدايل. طب جراديشار اصلا مزمزق. طب اسد اللي احنا بنتكلم عليه ده الظاهر انه مش قد كده، فاهم حضرتك؟ هيبقى صفقه في شنك. طب نعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك بس يا عم اللورد، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ احنا نجيب مين؟ احنا تمازيزو جاي له من جلاتا سراي وجاي له من باشكتاش، وهيطلع اعاره سنه وهننتعش في الخزينه. طب ايه الدنيا؟ ما يلا. وهو كده كده عنده ونجات كتير. انا بقول لك هو في ونجين ثلاثه هيطلعوا. زيزو لحد دلوقتي حظوظه كبيره جدا انه يطلع من النادي الاهلي، فاهم قصدي؟ انا ما اعرفش دي بالنسبه لي. طب يعني خدته ليه؟ رزتنا ليه؟ ما اعرفش يعني. انا احب اسمع رايك. ولو زيزو مشى، انت كاهلاوي هتبقى مبسوط ان هو هيفيد الاهلي ماديا؟ ولا انا شايف ان الاهلي مش محتاج ماديات دلوقتي اصلا بالنسبه للمنافسين. حاجه بقى على السخان معلش بره موضوع زيزو كده. الزمالك بيقترب من ايقاف القيد. تقول لي ايه؟ هقول لك اه والله الحق هاتوا صفقات يا رجاله. فاكرين عمر فرج؟ فاكرينه؟ اللي ما لعبش 4 دقايق مع النادي. فاكرين عمر فرج؟ النادي بتاعه السويسري قال لك يا باشا هو ايه الدنيا؟ في مليون دولار بقيت عمر فرج. انتوا ايه الدنيا؟ مش عمر فرج ده جه جاب لكم دوري ودوري ابطال وكاس وفسح الدنيا؟ خد بقى. قال له فنادي الزمالك بيقول له لا يا باشا والله ده وطلع صفقه في شنك. قال له ماليش فيه، انا مليون دولار بتاعي يجولي والا على الحرام لا. بص هبهدل لكم النادي. ايه ده؟ يعني انت مش بعيد في الاسبوع الجاي ده تسمع غلق قيد نادي الزمالك بسبب عمر فرج اللي ما لعبش دقيقتين معانا. يعني يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك اداره. انا ما اعرفش انت ناويه تعملي فينا ايه. سلام.